والله تحس ان الجزائر قالت لك ايه، انا مش هسيب مصر لوحدها. انت هتتعادل اول ماتشين انا معاك يا باشا. يا باشا انت مش عارف مفيش حد في الفرقه بيلعب عدل المهاجم بتاعك، يلا بينا يا باشا. السوبر ستار بتاع الفرقه مقدم ماتشين زي الزفت يا باشا، يلا نتعادل وكسبين وسسبنس وبتاع، يلا يا باشا انا داخل معاك، انا محشور معاك في اي حاجه. تحس ان الجزائر ومصر ماشيين مع بعض كده، ده يتعادل اول ماتشين وده يتعادل اول ماتشين، ده لازم يكسب اخر ماتش وده لازم يكسب اخر ماتش، ده الفرقه كلها كحيانه وما بتلعبش كوره وده نفس الفكره. الجزائر النهارده بتقدم شوط اول اسوأ. يعني الشوط الاول بتاع الجزائر والشوط الاول بتاع مصر وغانا هم اسوأ شوطين شفتهم في حياتي للجزائر ومصر، مفيش كده، اداء سيء. بس قبل ما نبدا يا ريت تحط لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك اي فيديو جديد بننزله، عشان معاك محمود، ويلا بينا نبدا. والله يا عم الناس، يا راجل يا محترم، انت لو جيت تفتح ماتش الجزائر في اوله هتبص تلاقي ان بوركينا فاسو مسكت الجزائر في الشوط الاول، وده للاسف يعني كانت عامله شوط اول محترم. الجزائر الشوط الاول ما شافتش جون بوركينا فاسو. بوركينا فاسو الشوط الاول ما جاش عليها ولا كره خطيره، حرفيا حرفيا. الجزائر الشوط الاول الدفاع ما تفهمش بيعمل ايه، غير كده تحس ان لعيبه بوركينا فاسو بقت ايه، لعيبه مثلا دوري الماني، لعيبه دوري ايطاليانو، لعيبه ما تفهمش. بلاتي توريل في نص ملعب بوركينا فاسو عمل ماتش ولا في الشوط الاول عامل شوط اول عنب العنب يعني. شوط اول بوركينا فاسو كلها. وبعدين ده انا لسه واخد بالي من حاجه، فاكر انت الحارس اللي كان واقف لبوركينا فاسو في ماتش مصر ولما لعبناه في 2017 لسه واقف وكبر تقريبا في السن بقى شكله عجز وبتاع، بس ما علينا دي موضوعات فرعيه يعني. فوالله ده اللي حصل. بتشوف ازاي ان بوركينا فاسو ماسكه كوره بتضيع، بيتلغي لها جون، بتروح بفرصه والثانيه والثالثه، وطول الشوط الاول الجزائر ما شاطتش الا شوطه او اتنين، الاتنين في السماء، واحده منهم من يوسف البلايلي، وتحس ان جون الجزائر مفيش. رياض محرز ما وصلش للبطوله لحد دلوقتي. معلش رياض محرز ما جاش لدرجه ان هو بيخرج في الدقيقه حاجه و70. وده يبين لك ان المفروض ان اللي اعرفه ان واحد زي محمد صلاح ورياض محرز دول ما بيتبدلوش، فان رياض محرز يتبدل في الدقيقه حاجه و70 وانت خسران بتبدله عشان عايز ترجع في الماتش، فده يبين لك قد ايه رياض محرز كان سيء. قد ايه رياض محرز كان سيء. نخش بقى على حته المدرب. والله انا عندي مشكله، يعني ايه اكتر اتنين مدربين بياخدوا فلوس او مرتبهم الشهري عالي في البطوله هم اكتر مدربين منتخباتهم مأديه مستوى زي الطين؟ يعني ايه جمال بن مباضي اللي بياخد 200 وشويه الف يورو ولا الف دولار في الشهر، وروي فيتوريا اللي بياخد 200 الف في الشهر، الاثنين يقدموا لنا نسخه من اسوأ ما يكون سواء من منتخب الجزائر او منتخب مصر؟ فدي حاجه مستغربه جدا بالنسبه لي. انت بتتفرج على منتخب الجزائر بلا هويه بلا كوره، ما تفهمش الجزائر عايز يلعب ازاي. والله هيلعب على الكاونتر اتاك، هيمسك كوره، هيزنق بوركينا فاسو في منطقه انت مش فاهم. انت مش عارف الجزائر بتحاول توصل لايه من اللي بتعمله ده، انت مش عارف كده. عندك الدفاع كله تحس ان الدفاع تايه اصلا، الدفاع لا عارف يقف. وهجيلك في الجون، هجيلك في جون بوركينا فاسو، الجون اللي يضحك حرفيا، جون يعني ما يخشش في مركز شبابي يعني. الدفاع عيسى مندي ما تفهمش تايه جدا، ايت نوري بيعمل ضربه جزاء وتحس ان هو اصلا مش موجود معانا اصلا، ما تحس ان هو يعني ما تفهمش جراله ايه. ونص ملعب الجزائر تايه خالص. وبعدين فارس شايبي ما بيلعبش ليه؟ يعني انا مستغرب ان فارس شايبي انت لو نزلته في الدقيقه حاجه و80، يعني مش فاهم ما خدش فرصه من الاول ليه. هو حرفيا المنتخب الجزائر هو بغداد بوجاح. بغداد بومجاح يا باشا، سترايكر بتوصله فرصه واحده لحد، يعني هي فرصه واحده في اول 60 70 دقيقه بيحط لك جون، وفرصه مش واصله له، ده هي كره متدربكه خطفها من قدام حارس وحط لك جون. الجزائر هو بغداد بومجاح الوحيد اللي ان فورم، واحد جايب 3 اجوان، واحد بيقدم ماتشين من احسن ما يكون، واحد هو اللي شايل منتخب الجزائر في الماتشين، مش هنضحك على بعض. ده بالنسبه للشوط الاول. في اخر الشوط الاول بقى والله النتيجه 0-0، كله قال لك هيخش الشوط الثاني نخلص الشوط الاول والشوط التاني نصطفي مع بعض. بتبص تلاقي ان لعيب بوركينا فاسو داخل في وسط الاثنين مدافعين، سلام عليكم، داخل بيحط جول. ده في عرف مين ده؟ في عرف مين ان لعيب بيخش يعدي في وسط الاثنين مدافعين فجاه بتلاقيه ايه ده؟ الحارس اصلا اتفاجئ. انا مش الصراحه الحارس مندريه تقريبا اسمه مندريه، واقف اتفاجئ اللي هو ايه يا عم انت جيت منين ولا طلعت لنا منين انت؟ عيسى مندي والمدافع الثاني كان واقف جنبه فجاه بيعدي في وسطهم بكل تفاهه، عرضيه تافهه، والواد دخل بكل سهوله يحط فيه الجون براسه. جون غبي قوي يعني، جون غبي 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 يعني، حاجه كده تجيب النقطه.
فالجزائر بتخلص الشوط الاول 1-0 خسرانه 1-0، وده بيخلي ان الجزائر لازم تنزل الشوط الثاني تورينا هي قادره تقدم ايه، لان الجزائر لو الشوط الثاني كانت فضلت 1-0 كان والجزائر خسرت كان هيبقى موقفها بيتأزم كتير جدا في المجموعه. خش على الشوط الثاني، دخلنا الشوط الثاني والله الجزائر فضل برضه بنفس النسق فضل لحد الدقيقه 60 الجزائر مش موجوده، الجزائر مش قادره تقدم حلول، مش قادره ان هي تلعب كوره، اي نوع من انواع الكوره مفيش لحد ما بيقدر والله بغداد بنجاح يحط لك جون بيخطف لك التعادل كده في كوره انت مش فاهم هي جت منين، بس هو عرف يخطف لك التعادل. فانت ساعتها ده جون من جون ذهبي، يعني جون رجعك من مفيش. فانت لازم تمسك نفسك والله وتبدا تشوف بقى انت تقدر تعمل ايه، ولا تفهم انت بتلعب على ايه، ولا انت تاخدهم بقى التعادل وتستنى الماتش الجاي تلعب موريتانيا تقدر تاخد منها الثلاث نقط، ولا انت هتضغط وتهاجم، ولا انت هتعمل ايه؟ انت ما فهمتش، الجزائر ما تفهمش. انا حتى مش قادر اقول لك ايه الاسلوب التكتيكي اللي لعبوا بيه، انا مش قادر اقول لك اي حاجه، مش قادر اقول لك اي حاجه، لان مفيش فعلا تكتيك في الملعب، مفيش تاكتكس، زيرو. وبعديها بتشوف ازاي ان بوركينا فاسو برضه رجعت تمسك شويه لحد ما قدرت ضربه جزاء ساذجه جدا من رايان ايت نوري بيديها لبوركينا فاسو. كفايه اقول لك ان نجم في بوركينا فاسو دي هو اللاعب برتراند تراوري اللي هو متأيد في استون فيلا، بس انا ما بشوفش بيلعب، ده النجم واخد رقم 10 واخد الكابتنه، بيخش يشوط رجل الواد بتاع بوركينا فاسو ويديله بيلن من ما فيش، الواد بيلاقي نفسه خد بيلن، واللي هو حتى حفيظ دراجي اللي هو يعني لو حاجه للجزائر ما بيسكتش ما فتحش بوقه، قال لك يا عم دي بيلن واضحه، يعني بيلن واضحه وخطا ساذج جدا. بيخش والله برتراند تراوري ده راجع مسافه مش كتيره، يعني راجع يعدوب مسافه صغيره جدا هيشوطها في النص، هو المسافه القصيره اللي رجعها دي هتتشاط في النص وش يعني، فطبعا بيبعت من دريه في حته ويحطها له في النص ويدي التقدم لبوركينا فاسو. بعديها والله بعدها ب 10 دقايق كده ولا حاجه بيطلع رياض محرز، طلع رياض محرز، وقبليها كمان قبل ما يطلع بشويه كنت بتشوف ان الجزائر لا بدات بقى ايه تهدى، ونشوف بقى نلعب كوره بقى بنبطل الهطل اللي احنا فيه، نزل بقى نزل لي فارس شايب البلد دي كلها يلا ننزلها عشان نشوف نقدر نلحق اي حاجه احنا ممكن نلحقها. وبعد كده الجزائر بيسدوا بوركينا فاسو ويلا بينا بقى نرجع، يلا بينا نرجع في الماتش نشوف بقى احنا هنلحق نعمل ايه. وفعلا الجزائر الضغط بيسفر ان واحد زي بغداد بونجاح لما اسلام سليماني نزل وبقت بتلعب باثنين مهاجمين ومش بايع على حاجه، ولما بداوا يكثفوا مجهوداتهم ويرفعوا كروسات ويلعبوا بقى على ان هم عندهم واحد طويل زي اسلام سليماني يشوفوا هيقدروا يعملوا ايه، بياخدوا كورنر بيطلع بغداد بونجاح يحط لك التعادل بشومه ويقلع التيشيرت عشان الجزائر تاخد نقطه مهمه جدا، عشان بدل ما تخش في حسبه احسن توالت تبقى تكسب الماتش الجاي تصعد تاني. ودي كانت نقطه مهمه جدا 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 بالنسبه لمنتخب الجزائر، ان هو قدر بدل ما هو يخسر والله ويبقى نقطه واحده من ماتشين، لا ده بياخد نقطتين وبيقدر ان هو يمين اموره ويشوف الماتش الجاي بقى هيقدر يقدم ايه. لكن الجزائر لو فضل بالمستوى ده صدقني مش هيكمل كتير في البطوله. بس يا سيدي ده كان حديث وكلام عن ما قدمه الجزائر النهارده في ماتش بوركينا فاسو والتعادل المثير اخر الدقايق. فيا ريت لو وصلت لحد هنا تحط لايك وتشوف القناه عشان يوصلك اي فيديو جديد بننزله. سلام.